السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي طلاب الصف الثالث الاعدادي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله نبدأ مع بعض درس مهم جدا من دروس النحو، وهو درس سهل وبسيط لو فهمنا فكرته كويس، وهو درس النعت. ركز معايا كده يا نجم النجوم. النعت هو تابع مشتق او في قوة المشتق. يوضح مين؟ قال لي يوضح متبوعه الكلمة اللي قبله اذا كان معرفة، ويخصصه اذا كان ايه؟ اذا كان نكرة. يعني ايه الكلام ده؟ جاء الطالب المبتسم. جاء طبعا فعل ماضي مبني على الفتح، والطالب فاعل، والفاعل دايما مرفوع. مرفوع بمين؟ مرفوع بالضمة. والمبتسم، قال لي المبتسم ده تبقى نعت، والنعت ده يعني صفة. فين الصفة في الجملة دي؟ قال لي الصفة تبقى كلمة المبتسم. حلو. المبتسم نعت، والطالب اللي هو صاحب الصفة ده اسمه منعوت. اسمه ايه؟ اسمه منعوت. وعندنا القاعدة بتقول ايه؟ النعت يتبع المنعوت، صح؟ المنعوت عندي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، يبقى المبتسم نعت برضو ايه؟ نعت مرفوع بالضمة. نرجع تاني لموضوعنا. قال لي النعت من حيث الاشتقاق في نوعين، في مشتق وفي قوة المشتق. مشتق وقوة ايه؟ المشتق. طيب ايه هو المشتق ده؟ قال لي ما أخذ من غيره، زي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغة المبالغة واسم الايه؟ واسم التفضيل. يعني لما اجي اقول لك مثلا جاء محمد الكريم، هتقول لي جاء ده فعل ايه؟ فعل ماضي، ومحمد فاعل، والفاعل دايما مرفوع. مرفوع بايه؟ مرفوع بالضمة. والكريم ايوه تبقى ايه؟ نعت، لان هي الايه؟ هي الصفة. طب كلمة كريم دي بيجي منها اسم فاعل؟ قال له بيجي منها اسم فاعل. زي مين؟ قال لي زي كلمة كارم. وبيجي منها اسم مفعول وصيغة مبالغة وصفة مشبهة، وبيجي منها الكلام ده كله. طيب طالما بيجي منها الكلام ده كله، يبقى نعت اسمه نعت ايه؟ نعت مشتق. نعت ايه؟ نعت مشتق. ناخد كمان مثال تاني. هذه فتاة متفوقة. تعالى كده نعرب. قبل اي حاجة فين الصفة؟ الصفة عندنا كلمة متفوقة. حلو، تعالى نعرب بقى. هذه دي اسم إشارة. حلو، اسم إشارة مبني في محل رفع مين؟ محل رفع مبتدأ. حلو قوي. وفتاة، قال لي فتاة تبقى خبر. طب خبر ايه؟ خبر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة. حلو جدا. قلنا كلمة متفوقة هي الصفة، يبقى اعرابها ايه؟ اعرابها نعت، والنعت يتبع المنعوت اللي هو الكلمة اللي قبله. طب الكلمة اللي قبله مرفوعة بايه؟ قال لي مرفوعة بالضمة، يبقى برضو نعت مرفوع بايه؟ نعت مرفوع بالضمة. طيب عندنا النعت اللي بعد كده اللي هو في قوة المشتق. قوة المشتق ده كام نوع؟ 3 أنواع. عندك أول نوع اسم إشارة، النوع التاني ذو بمعنى صاحب، والنوع التالت بقى الإيه؟ المنسوب. تعالى معايا نشرحهم ونرجع تاني. احنا قلنا النوع التاني اسمه قوة المشتق. وقوة المشتق قلنا كام نوع؟ 3 أنواع. اسم إشارة، وذو بمعنى صاحب، والتالتة اسم منسوب. أول حاجة عندي أول نوع اسم إيه؟ اسم إشارة. سررت من
فاطمة هذه. تعالى كده اعرب معايا. سررت فعل وفاعل، ومن حرف جر، وفاطمة اسم مجرور وعلامة جره طبعا ايه؟ الفتحة، لأنه اسم ممنوع من الصرف. وهذه، قال لي هذه دي هتبقى ايه؟ هتبقى نعت. هتبقى ايه؟ هتبقى نعت. وطبعا النعت يتبع اللي قبله، فده برضه يبقى نعت ايه؟ نعت مجرور، اسم إشارة مبني في محل ايه؟ نعت مجرور. تعالى كده النوع التاني اللي هو ايه؟ ذو بمعنى صاحب. لما اجي اقول لك مثلا نجح محمد ذو العلم، تعالى كده اعرب معايا. نجح فاعل ايه؟ نجح فاعل ماضي، ومحمد فاعل، والفاعل دايما مرفوع. مرفوع بمين؟ مرفوع بالضمة. طب ذو، احنا قلنا ذو هنا بمعنى ايه؟ بمعنى صاحب، اعرابها هيبقى نعت. نجح محمد صاحب العلم. طيب الكلمة اللي قبله مرفوعة بالضمة، يبقى ده برضو ايه؟ نعت مرفوع. مرفوع بايه هنا؟ طبعا ذو اسم من الاسماء الستة، يبقى مرفوع بالواو. طيب وفي هنا حاجة مهمة جدا، لازم النعت يتبع المنعوت في الإعراب، في الإعراب فقط. يعني مثلا اللي قبله مرفوع يجي زيه مرفوع، قبله مجرور يجي زي مجرور. مش شرط بقى مرفوع بالضمة يجي زيه مرفوع بالضمة، لا مش شرط، عادي. ممكن ده مرفوع بالواو، وممكن ده مرفوع بالضمة، مفيش أي مشكلة. نرجع لموضوعنا. العلم إعرابها إيه؟ قال لي إعرابها مضاف إليه. نخش بعد كده على الاسم المنسوب، وده يعتبر أسهلهم. إيه الاسم المنسوب ده؟ بيبقى حاجة منسوبة لبلد معينة أو جهة معينة. زي مثلا المثال ده، لما أجي أقول لك قابلت رجلا مصريا، فين النعت؟ جدع، كلمة مصريا. حلو. مصريا دي مش بلد؟ بلد، في بلد اسمها مصر، والراجل ده منسوب لمين؟ قال لي منسوب لمصر. يبقى كلمة مصريا هنا ده كده اسم ايه؟ اسم منسوب. اسم ايه؟ اسم منسوب. ناخد كمان مثال. جاء رجل قرشي. هو الرجل دوت منسوب لمين؟ قال لي منسوب لقريش. يبقى كلمة قريش نعت ايه؟ اسم منسوب. اسم ايه؟ اسم منسوب. وطبعا ده اسمه ايه؟ نعت فيه قوة المشتق. قوة ايه؟ قوة المشتق. وبرضه اسهلها عليك، كلمة مصريا دي ينفع اجيب منها الفعل؟ مفيش فعل بيجي من كلمة مصريا. طب كلمة قرشي ينفع اجيب منها فعل؟ مفيش برضه فعل بيجي من كلمة قرشي. وانا مغمض كده على طول، ده كده اسمه ايه؟ اسم منسوب. اسم ايه؟ اسم منسوب. انما لو جينا قلنا، وطالما اسم منسوب يبقى قوة الايه؟ قوة المشتق. قوة الايه؟ المشتق. نرجع بقى تاني لتعريف النعت. احنا قلنا النعت هو ايه؟ تابع مشتق. ده اول نوع عندي اللي احنا قلناه. والنوع التاني عندي قوة المشتق، وده قلناه. يوضح متبوعه إذا كان معرفة، ويخصصه إذا كان نكرة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا حضر محمد الكريم. كلمة محمد هنا نكرة ولا معرفة؟ لا معرفة. وطالما معرفة يبقى غرضه إيه؟ غرضه التوضيح. تعالى كده في المثال التاني. هذه فتاة متفوقة. كلمة فتاة هو ده المنعوت. حلو. فتاة نكرة ولا معرفة؟ كلمة فتاة نكرة، ما فيهاش ألف ولام أهي. يبقى ده على طول ايه؟ غرضه التخصيص. غرضه ايه؟ التخصيص. وبكده احنا انتهينا من الدرس، واتمنى من الله ان يعني تكونوا فهمتوا. ولو في اي مشكلة معاك ابعت لي وما تشيلش اي هم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.